المتوحشة التي لا تخضع إلى مقياس عقلي أو جمالي أو أخلاقي أو بيئي أو اجتماعي وأماكن انتشارهم، والتي أثرت سلبا على الصحة النفسية والجسدية وأفسدت الصورة الجمالية لكل شيء يحيط حولنا. ومن خلال عرضنا الصور سيشعر المشاهد بحالة من التوتر النفسي والعصبي مهما كانت درجة وعيه. كما تشاهدوا هذا التلصيق العشوائي والفوضوي، وهذا تلوث بصري وإفساد للبيئة العمرانية عفوا كما تشاهدون. هذا التناقض معناها تلصيق. هذا التناقض يعني في التيرم دو كوميونيكاسيون، ماهيش معناها سور لو ميم اكس، معناها لنا اتصالات ولنا شيء اخر. معناها هذا الفوضى البصريه وهذا معناها الشيء معناها كما تشاهدون معناها هنا تلصيق ماذا تقصد؟ سوف بالصور معناها تلصيق بدائي، عندي صور معناها اكثر توضح اكثر للمشاهد. حتى الوزارات معناها اصبحت تعتمد معناها تلويث معناها المؤسسات العموميه والادارات وحتى بعض الوزارات كما تشاهدون. وهذه المشاهد التي معناها ضخت في أدمغتنا طيلة هذه السنوات هي من قتلت داخلنا الذوق الفني وجعلتنا معناها نقبل بالمشاهد القبيحة المنتشرة في كل مكان. وهذا أيضا يكشف على سوء التخطيط والتصرف وحجم الديكتاتورية المخفية للمؤسسات الرسمية الراعية لهذا التلوث. بيئة خارجة. كما تشاهدون هذا التلصيق العشوائي والبدائي كما تحدثنا منذ قليل، معناها يعتمد لك على معناها كل واحد بلغتنا العامية مصطلحة ويسطل ويلصق ويتحدث انه معناها يعمل لك في الكوميونيكاسيون وفي التواصل. استغربوا في هذه المؤسسات معناها العمومية والخاصة باعتماد هذه الوسائل الميتة كما تشاهدون معناها، وهذا معناها تلوث بصري خطير معناها على الصحة النفسية والجسدية، وهو معناها كما تشاهدون هنا حجم هذا الخراب وهذا الدمار. مشاهد مزرية معناها لكوريزيون ميتاليك معناها كيفاش تصير معناها وقعت كما تشاهدون هنا أيضا هذا التلوث، حجم هذا التلوث البصري وهذا التلصيق في العاصمة معناها احنا قلنا منتشر. هذه كان العاصمة هكا معناها لا حدث ولا حرج في معناها المداخل المدن معناها كما تشاهدون. معناها هذا يسمونه اتصال معناها مع اتصال خارجي باعتماد هذه الوسائل. وهذه معناها المشاهد هي تخدش عين كل إنسان على وجه الأرض. كل صفاش طبعا، وهذا يفقد الإحساس بالجمال، وهذا يكشف معناها حجم التخلف والهوة مقارنة بعالم المتحضر. تلصيق كالعادة لا يخضع إلى أدنى جمال ولا يرتقي حتى إلى مرتبة التواصل الحيواني. تشاهدون هذه تردي أيضا مستوى الذوق العام. نقف عن هذه الصورة معناها حتى هنا حتى أصبح التلوث لغوي حسب معناها شوف أنا في القاموس من المعجم معناها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. تجديد ماذا؟ جدد معناها فعل معناها متعدي يتطلب مفعولا به، معناها قاعد في الغامض هكاك. تجديد ماذا معناها؟ معناها غامضة ومبهمة معناها واخذ من فوق معناها تلوث لغوي معناها وخطر معناها حتى الهوية الهوية بالضبط معناها تلوث لغوي بالعالم بالوطن معناها حتى في اللافتات الإشهارية كلها معناها فيها تلوث لغوي خطير وإفساد معناها متعمد معناها نعتبره، وهي معناها جريمة معناها جريمة نفس الخطأ يتكرر. وهذه
جريمة ممنهجة ضد الإنسانية معناها بحذافيرها. وهذه الصورة، هذه الصورة معناها تتناول معناها كما يسوقها الإعلام الداخلي إلى العالم، وهي صورة مأخوذة عن بعد فضائية، ولكن معناها هي عبارة عن مكياج كما تشاهدون ستلاحظون مكياج، لكن الواقع عن قرب قبيح ورديء إلى أبعد ما تتصورون. هذه معناها اللافتات هو العكس مما نراه. طبعا عكس ما نراه، لأنه معناها حسب معناها هذا وجهة نظر أخرى هذه. معناها تشاهدون هنا مصب النفايات معناها قرب معناها في موقع حساس وحيوي واستراتيجي معناها في هذا المكان. تصاعد تلاميذ الدخان. طبعا انا اشوف معناها كيفاش معناها تجي في مكان كيما هكا تاع مصب نفايات، لا يزي من برا معناها افيشاج سوفاج معناها متوحش، ولا يزي من داخل معناها مصب نفايات. وساترككم بعد معناها تكملوا الصور مع لقطات الفيديو كما تشاهدون معناها هنا حجم هذا معناها هذاك علم. هذا العالم ناس تحط في عالم معناها في على اختراعات وعلى اكتشافات على سطح القمر، وانا نحطوا فيهم قابلين معناها مصب النفايات ويتحدثون عن الوطن ويفتحون افواههم عن الوطن. هذا البنك المركزي كما يسوقون صوره الى العالم، لكن الصوره من الاسفل قبيحه الى ابعد ما تتصورون. كما تشاهدون ايضا هذا المتوحشه، وهذا في حق معناها في مجال معناها البنك المركزي معناها كما تشاهدون. لنعود الى الصوره معناها التلوث البصري ايضا معناها وصل حتى الى البنيه المعماريه. معناها تشوفوا اي في الأوربانيزم تصور بعض البنك سنترال في حق البنك سنترال تلقى معناها بنايه فوضويه بهذا الشكل التي يرفض الاعلام الداخلي تصويرها، او معناها لانها معناها هذا البنك الذي ابتلع عشرات الالاف من المليارات عجز على ان يقوم بالتنميه داخل هذه المناطق وفي نهج حيوي وحساس، فعلى ان باش يقوم بها في داخل الجهات. انا تقصد بنايه قديمه بجانب بنايه فوضويه في حق معناها في مجال البنك المركزي، في حق معناها مجال البنك المركزي معناها بحذاه، فهمتي؟ وساترككم كما قلت مع لقطات هذا الفيديو. أصدر البنك المركزي نهار 27 ماي 2013 قدم التقديرات الأولى. البنك المركزي إنه البنك صدد التدقيق في وضعية البنوك والعموم. إذن هذا هو البنك المركزي كما يصوره الإعلام الداخلي. هذه الصورة الفوقية كما يأخذونها ويسوقونها. بلان جينيرال أيريان. لكن الفيديو سيكشف لكم عكس ما يسوق. عكس ما يسوق. هذا فشاش بعد البنك سنترال، هذه معناها جريمة ضد الإنسانية ممنهجة ومنظمة هذه، وهذه معناها أخطر معناها حاجات خطيرة ياسر معناها بالحق وخطيرة معناها إلى أبعد ما تتصورون. الإنسان نفسه طبعا حاجة مهدة معناها هذه معناها كما تشاهدون معناها هذه معناها أخطار معناها حتى الأماكن السياحية أسمعت فيها نزل طبعا نزل معناها عالمي معروف معناها كيفاش بحذاها لا يزي معناها لا بوليسيون اوربانيزم ولا يزي على هذا بوليسيون معناها سوفاج اللافتات المتوحشه. هذا نهج البنوك، هذا النهج الحيوي. كما تشاهدون معناها هذه المؤسسات المالية مشرفة على هذا معناها مصب هذا النفايات. مؤسسات كثيرة. هذه المؤسسات المالية مشرفة على هذه معناها مصب النفايات. كما تشاهدوا معناها هنا هذا حجم هذا الدخان مشرفة، يعني معناها نقولوا معناها من شرفة، الناس تحل الشرفة معناها من معناها تحل معناها نافذ مفتاح تلقى روح على بحر على حدائق، هذوما يحلوا معناها نوافذهم يلقاو روحهم معناها مقابلين مصب معناها النفايات. شوفوا معناها الحريق معناها في كل انواع معناها من النفايات، كل انواع النفايات موجوده. بلاستيك معناها كل شيء معناها فهمتني يحرقوا فيه ليل ونهار معناها. هذه الصور التي يخفونها عن العالم وهذه الحقيقة التي يخفيها الإعلام الداخلي.